بستخدم جوجل كروم او مايكروسوفت ايدج. ففيديو النهارده اقول لك على 6 اضافات لازم يكونوا عندي، منهم احسن اد بلوكر بعد ما جربت تقريبا كل الاضافات اللي بتمنع الاعلانات. سلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد. الاضافات اللي هنقول عليها النهارده كلها من كروم ويب ستور، بس ممكن تشتغل على ايدج عادي. ولو بتستخدم براوزر مختلف غالبا هتلاقيها في الستور بتاع البراوزر ده. اول اكستنشن او اضافه معانا بلانك نيو تاب بيج. بستخدم مايكروسوفت ايدج بشكل رئيسي، ولما باجي افتح تاب جديده الصفحه اللي بتظهر بتبقى مليانه اخبار، ساعات بقعد اقلب فيها وانت انا كنت فاتح التاب الجديده دي ليه اصلا، لحد ما لقيت الاكستنشن دي وهي بلانك نيو تاب. ببساطه بتخلي التاب الجديده فاضيه وما فيهاش اي اخبار، وبالتالي لما بتفتح تاب جديده مش بيبقى قدامك غير المكان بتاع البحث، فمفيش حاجه بتشتتك. تاني اكستنشن او اضافه معانا اي كير نوتيفيكيشن. لو بتشتغل او بتذاكر على اللابتوب لفتره طويله فالاكستنشن دي مفيده جدا. ببساطه بتبعت نوتيفيكيشن كل 20 دقيقه ان انت تبص بعيد عن الشاشه لمده 20 ثانيه. مكتوب في الاكستنشن ان انت علشان تتجنب اجهاد العين محتاج كل 20 دقيقه تبص بعيد عن الشاشه لمده 20 ثانيه على الاقل، ويكون المسافه بينك وبين الشاشه 6 متر على الاقل. بس ينفع تغير المده دي من الاعدادات بتاعه الاكستنشن، سواء المده بتاعه النوتيفيكيشن او المده اللي تبص فيها بعيد. اول ما المده اللي انت بتحددها بتيجي هتلاقي الاكستنشن بعتت لك نوتيفيكيشن. تالت اكستنشن معانا ناتشورال ريدر. اوقات كتير في الكتب الانجليش بحب ان انا اسمع الكلام مع قراءته، بحس ان الموضوع بيبقى اسهل. كمان بحس اني بركز اكتر لاني بسمع وبقرا في نفس الوقت. كنت بستخدم ريد الاود اللي موجوده في مايكروسوفت ايدج، بس مؤخرا بقت سيئه جدا، مش بتبدا قراءه في مكان التكست اللي انت بتحدده، واوقات كتير بتلخبط التكست وبتقرا كلام في صفحه غير اللي انت فيها، لحد ما بقتش استخدمها خالص. وقعدت فتره ادور على حاجه شبهها لحد ما لقيت الاكستنشن دي ناتشورال ريدر. الاكستنشن دي بتعمل حاجه اسمها تكست تو سبيتش، او بتقرا الكلام اللي مكتوب على الشاشه. الاكستنشن بتقرا اي كلام مكتوب على الشاشه في اي موقع عن طريق ان انت تضغط على الايقونه بتاعتها، او ان انت بتحدد التكست ويظهر لك علامه علشان تسمعه. بس احسن ميزه فيها ان انت ممكن ترفع عليها بي دي اف وهي بتقرا البي دي اف ده. الاكستنشن بيبقى فيها اصوات كتير وانت بتختار اللي يريحك. كمان ممكن تغير سرعه القراءه، وكمان بيظهر لك فاضل لك وقت قد ايه علشان تخلص البي دي اف ده. وكمان فيها ميزه ثانيه بس للاسف مدفوعه، وهي ان انت ممكن تحمل التكست كله ام بي 3، يعني تحول الكتاب المكتوب لاوديو بوك، بس الميزه دي للاسف مدفوعه. رابع اكستنشن او اضافه معانا نيوز فيد ايراديكيتور. لو بتعمل شغل على السوشيال ميديا وعايز تفتح تشوف النوتيفيكيشنز مثلا او تعمل بوست ومش عايز تقضي وقت كتير على السوشيال ميديا، فالاكستنشن دي حلوه قوي ليك. الاكستنشن دي لما بتفتحها بتخلي التايم لاين فاضي، وبالتالي تقدر تعمل الحاجه اللي انت عاوزها من غير تشتت. لما بتدخل على النيوز فيد هتلاقيه فاضي ومكتوب كود بس في الاول. لو دخلت على السيتنجز بتاعت الاكستنشن هتلاقي تقريبا فيها كل مواقع السوشيال ميديا، وانت تحدد اللي عاوز تعمل فيه الميزه دي. كمان ممكن تحدد فيه فتره النيوز فيد ده يبان عادي بعدين يختفي، يعني مثلا تحدد 10 دقائق في اليوم بعد كده الفيد يختفي. خامس اكستنشن معانا نوشن كليبر. الاكستنشن دي بتخليك تنقل اي مقاله او موقع لنوشن وبينقله اكنه صفحه عاديه على نوشن. احسن حاجه فيه ان استخدامه سهل جدا. انت ببساطه بتضغط على الاكستنشن في الموقع اللي انت عاوز تنقله لنوشن، هو بيحوله لصفحه عاديه على نوشن، وبتحدد منه الصفحه او الداتابيز اللي انت عاوز الموقع يتنقل ليه. اخر اكستنشن معانا يو بلوك اوريجين. بالنسبه لي احسن اكستنشن تمنع الاعلانات او اد بلوك. بتفعلها او بتوقفها من الزرار اللي شبه الباور ده. احسن حاجه فيها ان هي استخدامها سهل جدا، فممكن توقفها بسهوله في المواقع اللي بتطلب منك ده. احسن حاجه في الاكستنشن دي ان فيها مزايا ثانيه، زي ان انت لو بتاخد سكرين شوت من موقع مثلا وعاوز تمسح حاجه ما تبقاش باينه في السكرين دي، ممكن تعمل كده بان انت تضغط على العلامه دي وتحدد الحاجه اللي انت عاوز تمسحها وهو هيمسح. بعد كده لو عملت ريفريش الحاجه اللي انت مسحتها ترجع تاني. ميزه كمان ان انت لو عايز تخفي حاجه من الصفحه اللي انت بتدخلها زي الشريط اللي على الجنب في يوتيوب او تويتر، كل اللي عليك ان انت تضغط على العلامه دي ويخفي المكان ده من الموقع على طول حتى لو عملت له ريفريش. بس لو عايز ترجعه بتضغط على العلامه دي وبتلاقي كود بتمسحه وتعمل ابلاي تشينجز وتعمل ريفريش للموقع ويرجع عادي خالص. وبس دي كانت الاضافات بتاعت النهارده. لو عجبتك الاكستنشنز بتاعت النهارده فكنت عامل فيديو عن 5 اكستنشنز لليوتيوب بس، ممكن تشوفهم من هنا. وبس كده، سلام عليكم.